السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة انقطعت عنكم 3 شهور في القناة، ما وثقت لحظات تربية الحجل. هذا السر في هذا الغياب، إني أنا قررت أرجع بعد تحقيق الحلم الذي سعيت إليه. بفضل الله عز وجل تم تحقيق هذا الحلم، وهو أنه أصبح لدي 7 سلالات من الحجل. فالحمد لله رب العالمين تم إحضار باقي السلالات اللي ما كانت عندي موجودة، فراحين نعرفكم الآن عليها سريعا، ثم أوعدكم بإذن الله عز وجل في الحديث عن كل السلالات والمتابعة من جديد إن شاء الله بعد هذا الانقطاع اللي دام إلى 3-4 شهور، وظروف الحياة أجبرتنا عن الابتعاد عنكم قليلا، لكن حققنا حلم العودة إلى السلالات الفخمة والعظيمة. أنا راح أبدأ في الحديث عن السلالات تدريجيا من الأقل سعرا والأقرب مكانا في البلاد، ثم أنتقل إلى الطير التصاعدية. في البداية عندي هذا الحجل البلدي متعارف في الأردن عنه بهذا المسمى، ونقول عنه له حجل بلاد الشام. حجل بلاد الشام الأردن وفلسطين وسوريا وجزء منه أيضا في لبنان. فهذا إذن حجل بلاد الشام. ننتقل إلى النوع الثاني، وهو الحجل الأبيض. هذا الحجل الأبيض اللي هو بلاده قبرص، في قبرص روسيا وتركيا. طبعا أنا كل سلالة حمر عليها سريعا، ولاحقا حنخصص فيديو عن خصائص ومزايا كل طير. فهذا الحجل الأبيض ترتيبه في السعر أيضا بعد البلدي. ثاني شيء الحجل الأبيض. ثالثا وأيضا هو ترتيب الآن في السعر وبعد المسافة عن بلاد الشام. ثالثا الحجل البربري. الحجل البربري وهو في بلاد المغرب العربي، وانظروا إلى هذا الجمال اللهم بارك. حنحكي أيضا بالتفصيل عنهم لاحقا. هذا الحجل البربري. رابعا الحجل الرابع. رابعا الإسباني اللي على القناة في فيديو خاص عن الحجل الإسباني، وبرضه حنعمل حلقة خاصة عنه. هذا أيضا الحجل الإسباني، واللي صار الآن ثمنه أغلى من الحجل البربري لقلة وجود هذا الطير خاصة عندنا في الأردن. تبارك الله كيف منقط سبحان الله. إذا حجل بلاد الشام، حجل أبيض، حجل بربري، حجل إسباني. هاي 4 ضايل 5 6 7. هذا يعني أنا قاعد بحكي لكم وأقول اللهم بارك لي ولكم. حقيقة بفضل الله هذا بعد عناء، بعد كلفة مادية، وبعد جهد وصلت إلى هذه السلالات. لأن أكيد بعد هيك إذا في عند أبو عبيدة سلالة نادرة كمان. هذا الحجل اللي هو الحجل الرملي، وما يسمى بأننا السفرج في الأردن. هذا الحجل الرملي طبعا هو يعني يأتي سعره قريب من الحجل الأبيض وقريب من الحجل البربري. تبارك الله. هذا حنخصص الكلام عنه لاحقا. 6 و7 ما كانوا عندي. 6 و7 رقمين فخمين، سلالتين نوادر بصراحة، سلالتين غاليات جدا جدا غاليات. وأنا لن أقول الأسعار وما راح أدخل في هذا الموضوع في هذا الوقت الحالي. الآن يعني حتفرحوا أكيد معي وبتسمعوا قاعدين بإشي من هاي السلالة النادرة، نادرة فوق ما تتصور. في الأردن بالكاد على الأصابع تعد المربين اللي عندهم، وكمية هاي الطيور قليلة وشحيحة جدا، فما بالك باللي حوالينا. تبارك الله تبارك الله، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وأخيرا حصلنا أغلى وأندر سلالات الحجل، وهو الحجل العربي والحجل الألبينو. بفضل الله جهزت حالي بكميات محترمة من الحجل العربي والحجل الألبينو، فاللهم بارك اللهم بارك، من أغلى السلالات. هذا الحجل هذا حجل عربي أفخم طير حجل موجود على مستوى العالم. اللهم بارك اللهم بارك، يعني جد سعره غالي لكن يستحق. هذا الحجل العربي
شوفوا بعدين بحكي عنه مزايا، لكن انظر الضخامة، انظر الجمال، انظر الصوت، الهيبة. اللهم بارك اللهم بارك. هذا بلاده يا جماعة السعودية، وهو بلاد جبال السعودية وجبال اليمن. هذه مناطق القها ما يسمى عندهم، وهو الحجل العربي. الله الله ما أجمل هالطير، اللهم بارك. مباشرة حنتقل إلى أيضا طير نادر جدا، واللي أنا مش قادر أصل لموطنه الأصلي بالضبط، وهو الحجل الألبينو. تبارك الله، كمية محترمة، اللهم لك الحمد. وحيكون له حلقة على كيف حصلته وكيف ربيته من الفراخ، كيف تعاملت معاه بإذن الله. هذا انظروا الخطوط الجميلة عليه وعلى خدوده، والعين الحمراء والذهبية وقت الظهيرة، كله حنحكي عنه. هذا الحجل اللي يعني سعره أيضا زي العربي غالي جدا، وتحصيله من النوادر، فاللهم لك الحمد. 7 سلالات. آخ كم عانيت، كم تعبت، كم دفعت. الحمد لله اشتريتها، حصلتها، وكما يقال لكل مجتهد نصيب. بعد هذا التعب وهذا الجهد أصبح عندي في هذا المكان المبارك نوادر طيور الحجل على مستوى العالم. بالكاد أجزم أن في الأردن لا أحد يملك ال7 سلالات في مكان واحد غيري، ما وجد. فاللي موجود يحكي لي نعم أنا لي زملاء مربين بيجمع سلالتين نوادر 3 4، لكن الآن ما وجدت شخص مربي هاوي في الأردن، بل يعني برا الأردن استطاع أن يجمع 7 سلالات الحجل دفعة واحدة في مكان واحد، فضل الله عز وجل. يعني هذا هنا المكان، هي عيناتي لطيور السلالات، وفضل الله عامل في الحديقة أماكن مخصص شغل لمدى حبي واهتمامي في هذا الطير النادر، وهي أنواع الحجل. وإن شاء الله يعني السلالات القادمة بإذن الله حتكون موجودة. أنا بدور على كل نادر على مستوى العالم وبجيبه. تتذكروا الحلقات السابقة وأنا أقول ادعوا لي يا جماعة يكون عندي الألبينو والعربي والإسباني، وهي الحلم قاعد بتحقق خطوة في خطوة. وبعد جهد و9 سنوات من المعاناة في تربية الحجل استطعت أجمع هاي السلالات، منها ما هو ثمنه متناول، منها ما هو متوسط الثمن، منها ما هو غالي حقيقة الثمن، لكن الهواية فماذا نصنع؟ الهواية. والحمد لله رب العالمين إنه ربنا حقق هذا الشيء، وإن شاء الله حتكون منافسة شريفة بيني وبين زملائي المربين في الأردن وعلى مستوى الشرق الأوسط. وإن شاء الله بوعدكم بإني أغطي لكم الحديث عن هذه السلالات النادرة حقيقا والراقي جدا بإذن الله عز وجل. بعد هذا المقطع حنخصص الحديث عن كل سلالة، حتنزل 7 حلقات متتالية كل فترة للحديث عن كل سلالة، ما تحتويه من ألوان وجمال وأصوات، ما تحتويه من موطن عند إنتاج بيض. حفصل كل شيء حقيقة، يعني حضرت معلوماتي بشكل دقيق وجميل بفضل الله عز وجل. وفي الختام نسأل الله أنه يبارك لي ولكم ويبعد عنا أمراض النفوس من بعض البشر اللي ما في عنده هدف غير تطعن بزملاء المربين وفي طيور. وهذا أنا ما بلتفت له أبدا، بل إذا سمعت فأدعو للآخر الله يهديه، وما بلتفت، يعني الحمد لله ما بهمني هذا الشيء. فلا تنسى الاشتراك في القناة، وضروري فعل الجرس، لأنه حنعود إليكم من جديد على قناتي على اليوتيوب عندكم أبو عبيد الفحماوي، وفي صفحة على الفيسبوك طيور الحجل وحياة البر والصيد. فأنتم عارفين حياة البر بالنسبة لي قيمة روحانية، وهوايتي هواية الصيد بالإضافة إلى هواية تربية الحجل. فهذا يعني متنفس الذي يعني بقضي فيه جزء من أوقاتي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريبا نلتقي.